اليوم جينا باش نطيبوا لكم مقارونة على الطريقة التونسية، مقارونة بالصوص الحمر. أول حاجة جبنا مقارونة تونسية، منتوج تونسي 100%. جبنا طماطم تاع الباطا وطماطم مرحية والثوم والفرماج وليزيبيس والفلفل الأحمر والكمون. هنا درنا طرف الزيت، هنا درنا الماء والزيت والملح ونحطو فيه المقارنة. أول حاجة المقارنة نخليوها من 7 دقايق ل10 دقايق، ومن المستحسن أنو تحطها في 10 دقايق، خير وخير. عاود تحطو هكا وتصبر عليها 10 دقايق. هنا واش نديرو؟ أول حاجة نجيبو الطماطم المرحية والثوم، نحطوهم ونخليهم يتقلاو حكاية 3 دقايق، المهم يتقلاو شوية يحكمو رواحهم. هما يتقلاو هكا. ما تنساش دير لي ابوني وديرنا جيم للفيديو، ونزيدو 2 مغارف تاع طماطم تاع الباطا، ونخليهم كالعادة يتقلاو مليح. حركوهم مليح هكا باش تجينا الصوص تاعنا حمرا مليحة. ومن بعد نلوحو لي زيبيس هادو راني لايحين لي زيبيس تاع الجاز، تلقاه مع الجزار، تلوح الكركم وتلوح، وحطيت معاهم وحدة جامبو هاياك. وكذلك تزيد نخلط مليح، تخليهم يطيبوا حكاية 5 دقايق حتى ل7 دقايق. ومن بعد نلوحو نزيدو شوية الماء تاع المقارون اللي كان يطيب، نلوحوه مع الصوص الحمر. لوح 2 كيسان، تقريب 2 كيسان. وتخليها تعقد شوية، حطها على نار هادية وخليها حتى تعقد شوية. هاي كيفاش جات الصوص تاعنا حمرا، طوب في الطوب. تسكر عليها وتخليها. ودروك هكا المقرونة تاعنا بعد 10 دقايق خلاص طابت، نلوحوها. هاي كي الصوص هي بعد عقدت. نتمنى تعجبكم هذه الوصفة، راهي مكوناتها صغيرة وسريعة، ليه تدير تتغدى ولا تتعشى كيف. هاي خرجت حتى المقارون خرجت حمر، والصوص عاقدة وحمر. مم. ونزيدو لها بطاطون نتبنوا بها. كاين اللي يزيد لها الدجاج، وكاين اللي يزيد لها الكروفات، وكاين اللي يزيد لها اللحم تاع الخروف، وكاين تاع البقري، كل واحد واش يحب. حنا برك عاد رانا نجربو، درنا بطاطا طون على السريع وخلاص. انا كل خطره نديرو لكم وصفه، نتوما غير ادعمونا. على بالي حنا رانا جدد في اليوتيوب، ماناش محترفين، ولكن بشوي حتى نتعلمو. ونزيدو الفرماج هذا رابي، ونسكرو عليها 5 دقايق وبصحتكم. وفي الاخير ما راك خاسر والو كي تخلي لي كومونتير شباب وتخلي لي ابوني، وهذا تشجيع لي فقط. شفت كيفاش خرجت المقارون. هاي هكا في الاخير ها هي كي وجدت، نقول بسم الله ونبداو. وزيدوا لها قرعة كازوز حمود بوعلام، وخليوكم من الكوكا والفونتا راهم مقاطعة. نتمنى عجبتكم الوصفة هذه، وما تنساوش دعمونا وديما جديد.